مساء الخير البنات او صباح الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. نتمنى تكونوا لاباس. الصلاة والسلام على رسول الله. جبتكم اليوم تحلية خفيفة ظريفة، بدون نشا، بدون شوكولا، بدون فرينة، بتقنيات جد بسيطة ديري هذه الفخامة. نتمنى تجربوا هذه التحلية وان شاء الله تعجبكم. والمكونات تاعها موجودة في كل بيت. نروحوا الى المقادير. كما راكم تشوفوا المقادير بسيطة جدا. عندي هنا ملعقتين قهوة سريعة الذوبان، عندي باكي بيمو، عندي زوج شكاير فلون كراميل، عندي لتر حليب، عندي حوالي 8 مغارف كبار سكر، وعندي باط كريم ديسير. نروحوا الى طريقة التحضير. نجيبوا كاسرونة كما راكم تشوفوا، نحط فيها الحليب، نزيد باكيات تاع الفلون كراميل. صدقوني هذه التحلية بزاف بنينة وتجي خفيفة وتبرد على القلب، نتمنى تجربوها. نحطوا السكر تاني، نخلطوا كل شيء بارد في بارد. من بعد كي يدوب لي الخليط ويتجانس مع بعضه البعض، نحطه على النار ونقعد نخلط فيه فوق النار حتى يدير الغلية تاعو الاولى. كي يبدا يغلي نحيه من على النار. هنا كما راكم تشوفوا بدا يغلي، نحيه من على النار ونحط له البيمو اللي حضرته. كما راكم تشوفوا المقادير بسيطة جدا والشكل ولا اروع. بلا شوكولا، بلا فرينة، بلا. نحطوا هنا زوج ملاعق تاع القهوة، بلا جيلاتين حد تكون ولا اروع. نحط باط كريم ديسير كما راكم تشوفوا، وهو سخون نميكسيه حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض وتصير عبارة عن سائل، باش نحبس الخلطة تاعنا، باش نتحصل في الاخير على تحلية كريمية. صدقوني هذه التحلية تجي كريمية، تجي خفيفة بنينة. ذوق القهوة وذوق الكراميل مع ذوق البيمو، صدقوني قمة في البنة. اذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى ديروا لي جيم وتبارطاجيو بالقناة وديروا الاشتراك باش تكبر عائلتنا. كما راكم تشوفوا راني نميكسي مليح. بعد ما نكمل نميكسي الخليط تاعنا، شوفوا كيفاش التكستير تاعو كيفاش بدا يتقال. مي تشوفيه كريمي بعينك هك قبل ما يجمد كريمي. جبت انا المول ودهنته بشويه زيت باش ما يلصقليش الخليط تاعي، وفرغته في المول ونخليه حوالي 3 ساعات في الثلاجة. نجيو هنا نحضروا لاصوص او الكريمه اللي راح نحطوها من الفوق التحليه. انا هنا حطيت 3 مغارف سكر، وفنجان صغير قهوه سريعه الذوبان. نخلطوها مليح تكون القهوه سخونه، ونحطوا لها 3 مغارف سكر ونضربوا مليح حتى نتحصل على رغوة شوية. نقلي الخليط بدا يطلع كما راكم تشوفوا، الخليط بدا يتقال. بعد ما تبدل لي اللون تاعو ولا لي بني مصفر، ما نحبسوش الخلط،
نجيو نحطو الكريم ديسير، الباط الثاني تاع الكريم ديسير. في هذه التحليه انا حطيت باط الاول في التحليه تاعنا داخل الخليط، وهذه الكريمه زيد حطيت لها باط تاع الكريم ديسير، ونخلط مليح حتى تجانس المكونات مع بعضها البعض. صدقوني الذوق تاع الكراميل والقهوه جا بزاف بنين. نجي نفرغ الخليط تاعي او الكريمه تاعي الثانيه اللي درتها، راهي واجده دركا، المكونات كامل متجانسه مع بعضها البعض. نفرغوها في صحن، ندخلوه للثلاجة تبرد. بعد ما بردت لي التحلية كما راكم تشوفون، نحيتها من المول، وكما نقولوا درك نجي نديكوريها. المول قبل ما تقلبوا التحلية تاعكم حركوا الحواف تاعو بالعقل باش تقدروا تقلبوها وما تلصقلكمش. نجيو نفرغوا الكريمه اللي حضرناها بالقهوه والكريم ديسير. هذه الكريمه كي تشوفيها في الاول تحس بها شوكولا، وهي ماشي شوكولا. هذه لعشاق القهوه والكراميل، هذه التحليه ليهم. نحاول نمشي الكريمه تاعي بطريقه عشوائيه. بعد ما كملت من الكريمه نجي نحط عليها شويه كاوكاو محمص ومطحون خشين على الوجه هكذا بشكل عشوائي. من بعد نزينها بشوية كريمة شانتي على الوجه فقط للتزيين. درت دي غوزاس على وجه التحلية تاعنا. كي تشوفيها من البعيد تحس بيها باتيسري ولا حاجة، مي هي تحلية فقط. ان شاء الله تعتمدوا هذه التحلية في رمضان العام هذا، وتدعوا لي بالخير ان شاء الله، وان شاء الله يدخل علينا بالخير والهنا والسعادة، لا فاقدين ولا مفقودين. درك نزيد عليها قطرات من الفوق تاع الكريمه اللي حضرناها باش تعطي لمسه جماليه فقط. وزيد درت شويه الكاوكاو من الفوق على الكريم شانتي باش تعطي المنظر
للتحليه. وكما راكم تشوفوا هذه هي التحليه تاعنا، الشكل النهائي تاعها. نتمنى تجربوها وتحطوا لي في لي كومونتير كي تجربوها النتيجه كيفاش طلعت لكم. انا ناكد لكم هذه الوصفه ناجحه من اول تجربه، يعني راح تنجحي فيها وتستمتعي بالطعم تاعها. كما راكم تشوفوا راح نوريكم التكستير تاعها كي قطعتها. شوفوا القوام تاعها كيفاش كريميه، والمزيج والطعم تاعها تاع بين الكاوكاو والكراميل والكريم ديسير. بصراحة بنينة بالبزاف. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات أخرى.